بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله المرسلين، وبعد. اليوم سأتكلم عن برنامج خاص جدا. الكثير من الشباب سواء في الجزائر أو في غير الجزائر ممن يحبون الأعمال الحرة، ممن يحبون الأعمال أونلاين. احنا رانا في عصر اختلف بشكل جذري عما كان عليه من قبل ممكن 15 سنة، ممكن 15 سنة. لو رجعنا إلى الوراء لا نجد هذه الأعمال متوفرة متاحة، يعني تستطيع أن تكون في بيتك وتشتغل، وهذا لم يكن سابق عهد عند آبائنا أو أجدادنا، بل حتى عند من سبقونا في العمر فقط ب10 سنوات أو 15 سنة. لو نرجع مثلا لشاب كان عمره 25 سنة أو 24 سنة في سنة 2009 2008 وتكلموا على الإي كوميرس أو تكلموا على البيزنس أونلاين أو كذا، ممكن جدا أنه لا يفهم في هذا المجال، أو ربما ما كان ليتوقع أصلا أنه ممكن العالم الغربي وكذا ممكن وصل إلى ذلك المستوى في ذلك الزمن، بحكم أنهم هم المنبع الخاص بالإنترنت وبالتجارة الإلكترونية. لكن احنا عندنا في العالم العربي والدول العالم الثالث لم نكن نعرف هذا النوع من البيزنس وهذا النوع من التجارة التي تكون إلكترونية أو أونلاين، يعني تستطيع أنك في بيتك تشتري أي غرض أو تستطيع أن تشتري أي سلعة وتأتيك عبر شركات الشحن وغير ذلك، كما احنا عندنا في الجزائر بياشال وغيره. لا أطيل في المقدمات كثيرا إخواني وأخواتي. أنا البرنامج اللي جبته هو برنامج خاص بشركتنا الخاصة هنا في إسطنبول. كما تعرفوا احنا مجالنا التخصصي هو الوساطة العقارية والدراسات الجدوى للمستثمرين. الكثير من الناس عندهم أموال يحبوا يستثمروا خارج البلد، كاين اللي يستثمر في الجزائر، كاين اللي يستثمر في بلده مثلا في الكويت أو في السعودية أو ذلك، كاين اللي يحب يخرج لتركيا بحكم أن تركيا فتحت الآفاق منذ 2011 في مجال الاستثمار العقاري. احنا الحمد لله وفق الله عز وجل اكتسبنا خبرة في هذا المجال. الخبرة الآن تقريبا عندنا قرابة السنتين، تجاوزنا السنة والنصف، وعادت كاينة الحمد لله خبرة في عدة مناطق هنا في إسطنبول أو حتى في تركيا. المجال الثاني اللي نشتغل فيه هو مجال العلاج، هو مجال مهم جدا جدا جدا، بحكم أن العلاج في تركيا متطور، مستشفيات متطورة، الأطباء موجودين. صحيح أن هناك كثير من الاحتيال والنصب، وهذا موجود دائما في أي مجال فيه المال فيه النصب والاحتيال، وخاصة تركيا بسبب أنه فيه كثير من الناس اللي تجي لهنا وما عندهاش تزكية أخلاقية وما عندهاش خوف من الله سبحانه وتعالى. همهم الأكبر هو جمع الأموال بأي طريقة، حلال أو حرام، شرعية غير شرعية، قانونية غير قانونية. الحمد لله غيرنا من الناس الأوفياء لعهودهم التي اتخذوها مع الله أولا ثم مع أنفسهم ومع الناس. نسعى دائما لمحاربة هؤلاء الناس، والمحاربة كيف تكون؟ هي بعدم ترك الفراغ. الطبيعة لا تأبى الفراغ، أو الطبيعة لا تحتمل الفراغ. إذا انسحبنا احنا من هذه المجالات ممكن جدا أنها تتعمر بمن تتعمر أو تشغر بالناس الذين لا يخافون الله سبحانه وتعالى. المجال الأول هو مجال العقارات، المجال الثاني هو مجال العلاج، المجال الثالث هو مجال التصدير والاستيراد. بحكم أن تركيا كبلد متطور وحديث في النهضة الاقتصادية فتحوا المجال وأعطوا وحدة المنهجية في العمل، خلات كثير من الناس يستفيدون كيف؟ يعني فيه ناس جاءوا إلى تركيا بدأوا من الصفر، ما عندهم أي شيء، والحمد لله الآن راهم في دائرة الأغنياء. منهم من يمتلك الآن 20 مليون دولار، 10 ملايين دولار كرأس مال، منهم من بدأ من الصفر عنده 2 3 4 مليون دولار. كيف ذلك؟ بحكم أنه كان يتحرك ووفقه الله سبحانه وتعالى، والأرزاق على الله عز وجل. الشغل في العقار فيه أموال، يعني ممكن أنك تبيع شقة في تركيا
تحصل على فائدة لا تقل عن 10,000 دولار أو 5,000 دولار. يعني بالدينار الجزائري تتكلم على 100 مليون 200 مليون. هذا صعب جدا أنك تحصله في بلد آخر. يعني ممكن في عملية واحدة تحصل هذا المبلغ، وممكن أكثر. في بعض الناس مثلا يكونوا عندهم وساطة في بيع فندق أو بيع مثلا شقق أو فيلا غالية جدا 400-500 ألف دولار، ممكن يحصلون على حتى على 40,000 30,000 دولار عمولة. وهذا شيء يعني مغري لكثير من الناس. احنا ما يهمناش الأموال قد ما تهمنا أننا نخدم الناس ونستفيد بطبيعته. يعني الإنسان يشتغل ليس من أجل أنه لا يحصل على فائدة، لكن النهم لا يكون في الفائدة فقط. النهم بمعنى أنه الرغبة ما تكونش تحصيل الفائدة، لأنه الإنسان إذا لم يجعل ضوابط ومبادئ يشتغل بها بطبيعة الحال راح ينحرف، وبعد ذلك ممكن حتى يدخل إلى دائرة النصب والاحتيال. يعود ما يهموش في الناس، يعود ما يهموش في الضوابط الشرعية، يعود ما يهموش في إرضاء الله عز وجل أولا في المعاملات تاعو التجارية. الشيء اللي حبيت نقوله في هذا البرنامج اللي جبته لإخواني، وهذا تسجيل موجه للشباب والشابات اللي حابين يشتغلوا يطوروا من دخلهم. إذا عندك رغبة أخي أو أختي أنك تشتغل معنا، الأمر سهل جدا. نرسل لك إن شاء الله تعالى عقد تمضي عليه. العقد هذا وش فيه؟ فيه أنك إذا جبت زبون في العقار أو في العلاج أو باختصار شديد جدا، أنا لا أريد أن أطيل، مثلا أنت إذا أقنعت زبون يريد أن يشتري علينا عقار هنا في تركيا، أنت إذا أقنعت الزبون ممكن أنك ترسله لنا إن شاء الله. ستجد مصداقية، الثقة، ونحن لا يهمنا أن نبيع فقط. والله في كثير من الأحيان، وأنا لا أقسم بالله عز وجل هنا لكي أكون حلافا مهينا، الله عز وجل يقول ولا تطع كل حلاف مهين. إنما أريد أن أنقل واقع. كثير من الناس يأتون إلى تركيا يحبوا يستثمروا، لما نلقوا باللي الاستثمار تاعهم غير مربح نقول لهم اذهبوا، يعني أنتم استثماركم غير مربح. ممكن إذا عملنا دراسة لشخص آخر ولقيناه باللي الاستثمار تاعه مربح ننصحه بذلك. لذلك أنت كن مطمئنا، وأنت أختي إذا أرسلتم زبونا فكونوا مطمئنين. في باب العلاج نفس الشيء، ستجدون الثقة والمصداقية والشفافية التامة بإذن الله تعالى. فأنت إذا أرسلت زبون الفائدة تختلف من مشفى إلى مشفى، من مشروع إلى آخر. إذا كانت مثلا فائدة 6,000 دولار أنا أقسم معك مباشرة الفائدة 6,000 3,000 لك و3,000 والزبون منذ أن تسلمه لي وأنت تأخذ أخبار العملية إلى أن تتم البيعة، إلى أن تصلك العمولة بإذن الله تعالى. فالذي يريد تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع، أنا أعطيت فقط يعني لمحة شاملة للناس الذين يريدون النشاط والتحرك والأخذ بالأسباب من أجل أن يرزقهم الله سبحانه وتعالى بدخل إضافي. لأنني أعلم الكثير في الجزائر مثلا ممن يشتغلون في الوظائف وكذا ممكن دخله السنوي كامل لا يتعدى 3,000 دولار أو 4,000 دولار، يعني 60 إلى 80 مليون. فأنت قادر ممكن أنك تبيع بيعة واحدة في العقار في السنة، ممكن أنك تحصل على 60 مليون أخرى إضافية، أو ممكن 100 مليون 5,000 دولار. ممكن تحصل بيعتين أو 3 بيعات، أو ممكن ترسل من يعالج وتأخذ بإذن الله تعالى فائدة جيدة. قد تجد نفسك في السنة عندك 10,000 دولار أكثر مما تأخذه في الوظيفة. بإذن الله تعالى ربي يرزقنا وإياكم من المال الطيب ومن الحلال الطيب. الذي لديه رغبة أن يشتغل معنا إن شاء الله تعالى كشركة يتفضل إن شاء الله يتواصل معنا ونحن نخدمه بإذن الله تعالى. وإن شاء الله تعالى هدفنا هو أنكم تستفيدوا، نحن نستفيد والجميع يستفيد بإذن الله تعالى. ربي يحفظكم وجزاكم الله خيرا، جزاكم الله عنا خيرا. كان معكم أخوكم شعيب حمدوش من مدينة اسطنبول، مستشاركم العقاري. الله يحفظكم إن شاء الله.